السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. ندخل في الموضوع على طول. اتكلمنا في الفيديوهين اللي فاتوا عن مدرسة جمهور الفقهاء والمدرسة المقاصدية التجديدية. جه الوقت بقى النهاردة نعمل مقارنة سريعة كده بين حجج المدرستين ووجهات نظرهم في نقط محددة بعدها. ندخل على طول في النقطة الأولى، وهي نقطة ألعاب الأطفال وحديث السيدة عائشة لما كانت بتلعب بعرايس بنات وحصان ليه جناحات. ذكرناه في الحلقة اللي فاتت، هنذكر بس باختصار وجهة نظر المدرسة المقاصدية ووجهة نظر مدرسة الجمهور الفقهاء. مدرسة جمهور الفقهاء بتقول إن ده استثناء خاص جدا للأطفال الصغيرين للتربية واللعب فقط، وما ينفعش نقيس عليه التماثيل الكبيرة والديكورات بتاعة الكبار اللي محطوطة في البيوت. أما المدرسة المقاصدية بتقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أقر إن السيدة عائشة بتلعب بالبنات الصغيرين اللي هم العرايس والحصان. ده دليل قاطع إن تجسيم ذوات الأرواح مش محرم لذاته، إنما العبرة بالغرض لعب وترفيه وبهجة. أنا مش هقول وجهة نظري، أنا بس هعرض النقط ورد المدرستين على الفكرة. نيجي في النقطة الثانية، نقطة الآثار القديمة الفرعونية والفارسية والرومانية والموجودة في أفغانستان البوذية وهكذا. رأي مدرسة جمهور الفقهاء بتقول إن الصحابة سابوا الآثار اللي موجودة في مصر وبلاد فارس والآثار الرومانية لأنها كانت مقامة بالفعل، يعني كانت قبل الإسلام موجودة وفيها كمان معجزات تاريخية معينة، فإزالتها أصبح يعني ملوش أي هدف، مجرد أحجار صماء مش بتعمل أي حاجة جديدة. لكن لو في حد هيصنع تماثيل جديدة فده محرم وهيمشي عليه الأحكام الشرعية الحديثة كاملة. أما المدرسة المقاصدية بتقول إن الصحابة لما فتحوا مصر والعراق وفارس سابوا التماثيل الفرعونية والآثار اللي كانت موجودة هناك، ما كسروهاش، كسروا فقط التماثيل أو الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، زي تمثال باميان في أفغانستان وقتها أو ما شابهها مما كان مقصود للعبادة. يعني أي حاجة كانت مقصودة للعبادة كسروها. ده معناه إن الأثر اللي مش بيعبد حلال عادي مفيش مشكلة، لكن لو كان بيعبد فيعتبر صنم فلازم يكسروه. نيجي في النقطة الثالثة، الآية القرآنية اللي رب سبحانه وتعالى ذكرها في سورة سبأ، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. صدق الله العظيم. المدرسة بتاعة جمهور الفقهاء بتقول صحيح أن التماثيل كانت مباحة لشريعة سيدنا سليمان، لكن شريعتنا الإسلامية جاءت بأحكام أقوى وأشد صرامة لسد ذرائع الشرك في أول الإسلام. فالأحاديث الصحيحة الصريحة اللي نزل بها الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، وكل مصور في النار، هي النسخ والتشريع الجديد الخاص بأمتنا. والنبي لا ينطق عن الهوى، فنحن نأخذ منه ما جاء في شريعتنا من تجديد وتحريم للتجسيم بغض النظر عما كان مباحا في الأمم السابقة. تمام كده؟ يعني يا جماعة في ناس ممكن تكون مش فاهمة، يعني في حاجات حرمت خارج النصوص القرآنية أتت في أحاديث صحيحة، فاحنا بناخد علة التحريم إما من آية قرآنية أو من أحاديث صحيحة. تمام؟ طيب إيه رأي المدرسة المقاصدية في الموضوع ده؟ بتقول إيه؟ إن ربنا قال في الآية القرآنية اللي هو يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، فده دليل واضح وصريح ان النحت والتماثيل كانت مباحه في الشرائع السابقه، اللي هي الشرائع اللي هي سيدنا سليمان اللي هي يهوديه. يعني عارفين ان الدين عند الله الاسلام، ولكن احنا بنتكلم على الشريعه بتاعه سيدنا موسى وسليمان وسيدنا يوسف، يعني نازلين بالشريعه اليهوديه، فده كان مباح في الوقت السابق. ولم ياتي في شريعتنا الاسلاميه ما ينسخها او يلغيها صراحه، وطالما كانت حلالا قبلنا ولم تنسخ بوضوح فهي باقية على الإباحة، والدليل على أن أصل النحت ليس كفرا بذاته.
تمام. طيب معلش يا جماعه، موضوع النسخ ده مش مقصود بيها ان لازم تيجي ايه يعني لا، بصوا الموضوع معقد شويه في موضوع النسخ ده، بس انا هذكر بس الرايين. تمام. اللي محتاج يخش يتعمق فيه اكتر هيفهم المقصد يعني. طيب نيجي بقى في النقطة الرابعة، نقطة فهم الأحاديث بتاعة المصورون يعذبون يوم القيامة. تمام. مدرسة جمهور الفقهاء بيقولوا النصوص واضحة وصارمة، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وكل مصور في النار. وده تحريم عام وشامل لكل النحت أو التجسيم لذوي الأرواح أو لذي الأرواح. تمام. نيجي للمدرسة المقصدية بتقول الأحاديث دي كانت موجهة لبيئة حديثة العهد الوثنية والأصنام، وكان الوعيد ده مصبوبا بذاته للمضاهاة، لفكرة المضاهاة والتعبد وصنع الأصنام اللي الناس كانت بتعملها للعبادة. تمام. وقلنا في الحلقة اللي فاتت إن خلاص الشيطان يأس أن يعبد ما دون الله في الجزيرة العرب، ويعودوا للوثنية مرة أخرى. نيجي في النقطة الخامسة، نقطة العلة والسبب، يعني هل يدور الحكم لعلته؟ بصوا الجمهور الفقهاء بتقول إن إحنا بنقف عند ظاهر النص، ومش بيشترطوا معرفة العلة بالكامل. فالنص جاء بالتحريم، يبقى يعني التجسيم مطلقا احتياطا للدين والحراسة العقيدة التوحيد، حتى لا يتسلل الشرك بأي شكل من الأشكال. يعني احنا دلوقتي المصورين في النار، خلاص اقفل بقى الباب ده من اول لاخره، ما تجادلوش فيه، ما نخشش في الجدال بتاع لا اصل المقصود كذا، اصل يمكن يكون في باطن الامور. لا لا لا، اقفل الباب ده، اقفله خالص، تجنبوه يا جماعه، ابعدوا عنه. انا مش ضامن عقليتكم هتعمل ايه في المستقبل. تمام. طيب نيجي بقى عند المدرسه المقاصديه بتقول ايه؟ الاحكام الفقهيه كلها معلله. يعني علة التحريم للتماثيل قديما كانت مفهومة، الخوف من الشرك والعبادة والتعظيم، ماشي تمام. بما اننا بقى في عصر حديث ومفيش فيه تماثيل بتعبد، فالعلة هنا انتفت خلاص. يعني يبقى هنا العلة بتاعت ان التماثيل ممنوعة عشان خاطر العبادة انتفت، فخلاص يبقى ده فن، بما انه فن فمباح، مفيش فيه مشكلة. طيب انا مش هطول عليكم اكتر من كده. انا حبيت اوضح لكم باختصار المدرستين ووجهات نظر المدرستين، سواء جمهور الفقهاء أو المدرسة المقاصدية التجديدية، العلل بتاعتهم كانت موجودة إيه. وضحت قدامكم المواضيع، ويا رب أكون وضحتها وفسرتها بقدر المستطاع. أنا برضو للتوضيح مش شيخ، أنا مجرد قعدت أقرأ وأبحث وأدور على أحاديث وأحاول أشوف النصوص بتاعتها، واحاول اجيب الكتب اللي مطبوعه على الPDF بتاعتها، واشوف مين اللي كتب وكتب ايه وقال ايه، عشان اوصل لاقرب حاجه ممكنه واضحه وصريحه. وطبعا زي ما انتم شايفين الفيديوهات ما عملتهاش طويله لا تتعدى 11 دقيقه، عشان خاطر الفكره توصل بسرعه وتكون واضحه وصريحه. طيب في حد بقى هيسأل في أشياء بعينها بذاتها في حاجات معينة، عادي جدا ممكن نفتح نقاش فيها بشكل ذاتي، ولكن أتمنى إن كل اللي عايز يتناقش يكون شاف الأول الثلاث بودكاست اللي احنا عملناهم دول، عشان يكون فاهم الفكرة عامة ووجهة النظر عامة. أتمنى أكون فدتكم وفدت نفسي، ولعله خير إن شاء الله بإذن الله، وأشوفكم على خير في فيديوهات جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.